تخيل لو في حد واقف في مكان انت مش عارف تشوفه، مش علشان مستخبي لكن علشان في بعد اعلى منك. طب ايه هي الابعاد اصلا؟ وايه هو البعد الرابع؟ الابعاد عباره عن مساحه تقدر تتحرك فيها. يعني لو عندك خط مستقيم قدام وورا ده يبقى البعد الاول، زي السكه الحديد بتاعه القطر اللي بيمشي عليها، بيمشي لقدام ولورا، بعد واحد بس. البعد التاني هو قدام وورا ويمين وشمال، زي الرسمه اللي ممكن ترسمها على الورق وتروح بيها لقدام لورا ليمين لشمال، لكن ما تقدرش تعمل لها ارتفاع، مش تطلع بره الورق. والبعد التالت هو العالم اللي احنا عايشين فيه، بقى عندك قدام وورا ويمين وشمال، او تطلع فوق او تنزل تحت، بقى عندك ارتفاع وطول وعرض. خليك فاكر الابعاد الثلاثه بالطريقه دي. البعد الاول زي خط مستقيم تقدر فيه تمشي قدام وورا بس. البعد الثاني زي مسطح يمين او شمال او قدام او ورا، ما فيهوش ارتفاع. البعد الثالث هو الحجم، وكل ما بعد من دول بيتضاف العالم بيكبر من خط لمسطح لعالم كامل عايشين فيه. في 1905 اينشتاين كان شغال على النسبيه الخاصه، والنسبيه معناها ان في حاجات مش ثابته بتتاثر بحاجات حواليها زي السرعه والجاذبيه. قبل اينشتاين الناس كانت فاكره ان المكان حاجه والزمان حاجه تانية خالص، كل حاجه لوحدها. اينشتاين قال لا، المكان والزمان مش منفصلين، دول حاجه واحده واسمهم الزمكان. الزمكان يعني ايه؟ يعني تخيل معايا انت مش بس موجود في طول وعرض وارتفاع اللي هو البعد الثالث العالم اللي احنا عايشين فيه، لا انت كمان موجود في لحظه زمنيه. يعني مكانك والوقت هو اللي بيعبر عن موقعك في الكون. خلينا ابسطها لك، لو انا جيت قلت لك تيجي نتقابل على القهوه، هتقول لي تمام موافق، بس امتى؟ الساعه كام؟ لان المكان لوحده مش كفايه، لازم تضيف له زمن. اينشتاين ما قالش ان في بعد رابع وخلاص، هو قال ان الزمن نفسه بعد من الابعاد، وانك علشان تحدد مكان اي حاجه في الكون لازم تقول هي فين وامتى. انت مش بس موجود في مكان، انت موجود في لحظه، وده اللي خلى الزمن يتحول من مجرد ساعه لبعد كامل في الكون. تخيل لو في رسمه او كائن ماشي على ورقه مسطحه، هو شايف قدام وورا ويمين وشمال، بعدين بس. طب لو انت جيت من البعد الثالث من الارتفاع وحطيت صباعك عليه كده، تفتكر هو هيشوف ايه؟ هيشوف نقطه سوداء، مش هيقدر يفهم ايه ده، لانه ما يعرفش البعد الثالث ولا يعرف شكلها عامل ازاي. نفس الفكره ممكن تنطبق علينا. يمكن احنا شفنا 3 ابعاد بس في الكون، وفي حاجه اكبر حوالينا بس احنا مش مهيئين نشوفها. طب يعني هل البعد الرابع موجود فعلا؟ بص، العلماء بيتعاملوا مع الزمن ان هو بعد فعلا، وبيستخدموه في المعادلات بتاعتهم، وده جزء اساسي من فكره الزمكان زي ما قلنا. لكن لو تقصد هل في بعد رابع كمكان نقدر نروح ونتحرك فيه زي البعد الثالث او الثاني، يمين قدام شمال فوق تحت، مفيش دليل مباشر على ده. في نظريات بتتكلم على ابعاد اعلى بس لسه في نطاق البحث. في النهايه يمكن او اكيد احنا مش فاهمين الكون كله لسه، ويمكن كل حاجه حوالينا احنا شايفينها او فهمناها هي جزء صغير من حقيقه الكون الكبير. كل ما ربنا عز وجل بيلهم الانسان ويفتح عليه باختراع او اكتشاف، بيشوف حاجات كنا فاكرينها بسيطه وطلع ليها عمق كبير جدا. يعني لو حابب تبص على المعلومه بشكل اعمق من كده، تابعنا وبص على المعلومه، لان دايما في بعد تاني لكل معلومه.